شخصية قيادية صلبة وفذة بحضور بارز وصفات كاريزمية تشد الأبصار وتعكس مكانة ولاية العهد داخل أركان الدولة ونظام الحكم كتجسيد لاستمرارية العرش العلوي واستقرار المملكة وتماسكها عبر التاريخ. تلقى الأمير مولاي الحسن تعليمه الابتدائي في المدرسة المولوية، درس إلى جانب التربية الإسلامية والقرآن الكريم الذي حفظه كاملا العديد من البرامج الدراسية كالفلسفة وتحليل النصوص والتاريخ والجغرافيا والنحو وتاريخ الأدب والترجمة واللغات الحية والعلوم والرياضيات، اعتبارا للمهام التي سيقوم بها في خلافة والده في حكم البلاد ورعاية الأسرة الملكية، فضلا عن خضوعه لتكوين معرفي ونفسي دقيق. وفي يوليو سنة 2019 أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن حصول ولي العهد الأمير مولاي الحسن على شهادة بكالوريا الدولية في تخصص العلوم الاقتصادية والاجتماعية بميزة جيد جدا. وكما قال جلالة الملك محمد السادس وقبله والده الراحل الحسن الثاني: الإعداد للاطلاع بمهمة الملك لا يخضع لتوقيت ولا لعطلة. لذلك ومباشرة بعد إتمام الأمير مولاي الحسن دراسته الثانوية التحق بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية FGSES بتكنوبوليس الرباط.